وفقا 13 الى 13 مليار دولار في عام 2023. نتيجة زيادة عدد السفن اللي بتمر في قناة السويس وزيادة حمولتها. بالنسبة حضرتك نتوقع استثمارات في المنطقة لتنمية إقليم قناة السويس ككل سواء محلية أو أجنبية 100 مليار دولار. تمام. ده على يعني على فترة كام؟ يقال إنه فترة 2050 ولا هيبقى كام؟ لا عشان حضرتك يدي هذا الاستثمار الكامل 100 مليون. يعني برضو من 5 ل 7 سنين، من 5 ل 10 سنين. 10 سنين. من 5 ل 10 سنين تقريبا. يعني 2000 هنكون في 2023 2024 هيبقى مشروع متكامل بالشكل العالمي. نحقق فيه كل الانجازات المرجوه طيب. منه ان شاء الله. اسمح لي، يمكن الجانب الخاص بسن وتشريع القوانين مهم جدا في الفتره ديت، خصوصا الجانب التشريعي لازم يكون منضبط قوي. كمان لازم يكون هناك حرب للفساد الإداري. يعني في بعض الجانب الإداري فيه، دي حقيقة يمكن في أي إدارة في بعض الفساد، لازم يكون هناك محاربة الفساد وسن التشريعات. تفتكر هتيجي إزاي، أو الرؤية الخاصة بها تكون ازاي؟ هي الرؤية الخاصة بالتشريعات الخاصة بالنقطة دي برضو هنرجع لمجلس الشعب. يعني فاحنا في انتظار مجلس الشعب القادم، هو اللي يكون عليه مسؤولية كبيرة وتاريخية ان هو يعني يضع ايده بايد الرئيس ويعملوا هم على عمل سن قوانين والتشريعات اللازمة سواء في الاستثمار او تنظيم قناة السويس حتى يعود اكبر نفع وعائد ممكن على الشعب المصري. تمام. سيادة اللواء، الإبداع الحقيقي للشعب المصري إبداع بإرادة. يعني عشان أنا أخذ موقف وأخذ اتجاه لابد أن تكون هناك إرادة شعبية متكاملة. حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على يعني رغبات وتوافق إرادة الشعب معاه خلاه دائما يأخذ القرار بجدية ويضع دائما النصب إليه. عاوزين نعرف وبإلهام، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى هيوفقه إن شاء الله. عاوزين نقول دورنا إيه في الفترة اللي جاية، دورنا إيه كمواطنين في الفترة اللي جاية، دور الجيش معانا في هذه المرحلة اللي بنمر بيها هيكون شكله إزاي، دور الشركات الخاصة هيكون شكلها إزاي، بحيث إن احنا نؤدي هذا العمل في تكامل. أولا هذا المشروع العملاق مشروع تاريخي، يعني ليس للجيل القائم فقط، الجيل الحالي، وإنما الحقيقة للأجيال على المدى البعيد، سيفيد كل الأجيال القادمة. مشروع زي ما قناة السويس أثرها الاقتصادي ممتد. المطلوب الدعم والمساندة ونبذ الخلافات وتقديم كل العون. يعني إن شاء الله الطرح المعروض اللي هو 500 مليون سهم سيعرضوا بالثلاث فئات: 10 جنيه للطلبة، 100 جنيه للمصري في الداخل، 100 دولار للمصري في الخارج. مش كده يا دكتور برضه؟ بالظبط حضرتك. لازم نشتري الأسهم دي، ودي شرف ان احنا نشارك في هذا. لازم نقدم كل الدعم، لازم نقلل من حجم الخلافات والحوارات ويعني التشتيت التوجه المجتمعي. بالتوجه المجتمعي في منظومة قومية، في هدف قومي نتكاتف عليه، ونعرف ان الاستثمار هنا هيبقى بالزبط. يعني يؤتي ثماره. يعني مش هنحط القطاع فلوس الوطني بس عشان احنا بنشجع مصر وبعدين فلوس راحت علينا. لا قطاع يعني ال10 جنيه مش هتروح، ولا ال100 جنيه عشان بقول بس للناس اللي بيقولوا ايه هتحطوا فلوسكم وتعالوا دوروا عليها بعد كده. المحبطين اللي بيحاولوا يحبطوا الناس ويقولوا لا ويخلوا هذا الامر هين او عادي. انا طبعا المصريون الان بكل فئاتهم وكل ثقافتهم لديهم رؤيه قوميه. الاحباط والاتجاهات المضاده لن تجدي، بتجيب نتيجه عكسيه. صح. وحضرتك عارف الكلام. لكن انا خليني اقول ان احنا نحتاج فعلا الى التكاتف، نحتاج الى الرؤيه القوميه، نحتاج ايضا ان الدوله الحكومه تقول مطلوب من المصريين كذا، مطلوب كذا، فرصه عمل، شباب اللي يشتغلوا في كذا، الدعم قطاع الاعمال، تعلن قطاع الأعمال اللي بيساهم واللي بيؤدي. عايزين نعرف الخريطة الحقيقية للتنفيذ، الخريطة الحقيقية للمساهمة الوطنية. ده هيقرب كتير جدا وهيساعد ان احنا ندعم المشروع يبدأ قوي وينتهي في الفترة الزمنية، ثم يتبعه مشروعات كثيرة جدا. لان الحفر القناة ده جزء من منظومة كبيرة جدا استثمارية تتم. يعني حضرتك مثلا تعرف ان ميناء العريش نفسه هيحصل فيه تطوير كبير جدا، كل منطقة القناة هيحصل فيها تطوير كبير جدا. شكل مصر وشكل قناة السويس بالتحديد على الخريطة العالمية في الملاحة وفي الاستثمارات هيتغير كبير جدا. فأنا شايف ان ده بإذن الله فاتحة كبيرة جدا للخيرات لمصر. ندعم القائد والرئيس السيسي، ندعمه بقوة ونساعده في رؤيته القومية بإخلاص وبحشد لكل الجهود. إن شاء الله النتائج ستكون باهرة وتليق بالشعب المصري العظيم. إن شاء الله. أنا عاوز أقول كلمة أخيرة قبل ما نختم هذه الحلقة.
بقول ان الرهان مش بس لمصر على ان اقتصادها يبقى كبير، ده في امل مش بس احنا بنترقبه، العالم كله بيترقبه، لان مصر لو عملت هذا المشروع معناه ان حركة التجارة الدولية ستكون كبيرة، ويكون هناك فرص عمل مش بس لأبنائنا، ده كمان فرص عمل للأجانب في دول كتيرة، لأن حركة الإسراع والتجارة لما تبقى بهذا الشكل وهذه السرعة هيؤدي إلى خير كبير مش بس على مصر، بالظبط. على العالم. فقلوب العالم معانا، وإحنا كمان لازم تكون قلوبنا مع بعض على قلب راجل واحد. لازم ايدينا في ايدين بعض، ان شاء الله الايام الجايه هتكون خير. بنشكر باسمكم اعزائي الشباب، اعزائي مشاهدينا الكرام في مصر وخارج مصر، لقاءاتنا معاكم ومع ضيوفنا الاعزاء سياده اللواء دكتور يوسف احمد وصال، استاذ الاستراتيجيه القوميه واداره الازمات والتفاوض، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. شكرا لحضرتك على هذا التواجد يا فندم. شكرا. وبنشكر باسمكم ايضا الدكتور كريم علي حسن، الشاب المتميز الحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد. شكرا ليك يا دكتور. شكرا لحضرتك ان شاء الله نسعد شكرا بحضرتك. لكم اعزائي المشاهدين في كل مكان، وربنا يحفظ بلدنا، وتحيا مصر. تحيا مصر.